السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن الخروجات الموجودة في اسكندرية والأماكن اللي ممكن تتفسحوا فيها وتتمشوا فيها في العيد. أول حاجة طبعا كل سنة وانتم طيبين، العيد قرب وفي ناس كتير بيجوا من محافظات تانية عشان يخرجوا بقى كده ويتفسحوا في اسكندرية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في أماكن كتير أسعارها مرتفعة وفي أماكن أسعارها في متناول الجميع. طبعا من أهم الأماكن الخروجات والفسحة في اسكندرية. الاسكندرية بيحبوها، وكمان الناس اللي جاية من محافظات تانية هي محطة الرمل وبحري. كمان قلعة قايتباي من أجمل الفسح والخروجات الموجودة في اسكندرية. طبعا أقلها كمان في السعر إن انتوا ممكن تتفسحوا، تطلعوا بقى تقعدوا على البحر، تقعدوا في بحري، تاكلوا بقى آيس كريم عند عزة أو الشيخ وفيق. فدي بتبقى أجمل الفسح الموجودة في بحري وفي محطة الرمل. وتقدروا كمان تاخدوا كده جولة في شوارع اسكندرية من أول محطة الرمل لحد بحري بالحنطور. كمان في مطاعم وكافيهات راقية جدا في محطة الرمل زي تريانون وديليس. وبالنسبة للخروجات اللي موجودة في بحري، طبعا ممكن تاخدوا جولة بالمركب في البحر عند قلعة قايتباي، وكمان في جلاسي عزة والشيخ وفيق من أشهر المحلات الآيس كريم اللي موجودة في بحري. وكمان قلعة قايتباي تعتبر من أفضل الأماكن الموجودة في اسكندرية لوجودها على جزيرة فارس. طبعا التجول بقى على سور القلعة وأدوارها الثلاثة المليئة بالأسلحة والدروع. كمان تقدروا تقعدوا على أي كافيه قريب من القلعة، وكمان تاخدوا جولة كده بالقارب لمشاهدة البحر والقلعة. فبتبقى الفسح جميلة جدا، والمنظر جنب قلعة قايتباي حلو قوي. وكمان من ضمن الأماكن والخروجات الموجودة في اسكندرية أسعارها كويسة، زي حديقة أنطونيادس وحديقة الحيوان، موجودين جنب بعض في منطقة واحدة في منطقة سموحة عزبة سعد. كمان هتلاقوا ملاهي داخل حديقة الحيوان جميلة جدا ورخيصة. وبرضو حديقة أنطونيادس جميلة جدا طبعا. دي تعتبر بديل المنتزه. أسعارها مناسبة، وكمان القعدة جوه جميلة جدا. وفي بقى جوه هتلاقوا التماثيل تقدروا بقى تتصوروا، وهتلاقوا الأشجار جميلة جدا، وكمان في تأجير للعجل وسكيت. وطبعا معروف ان اسكندرية في الأعياد طبعا الشواطئ كلها بتبقى زحمة جدا. الشواطئ بقى الموجودة معانا شواطئ العصافرة، زي شواطئ جزيرة الدهب ومحمود سعيد وشواطئ البريفاج. وكمان الشواطئ الموجودة في المندرة. وكمان هتلاقوا بقى الشواطئ الخاصة الموجودة في المعمورة والمنتزه. وطبعا من ضمن الفسح والخروجات الجميلة المنتزه وكمان المعمورة. المعمورة جميلة جدا، وفيها طبعا تعتبر ملاهي كبيرة جدا، من أكبر الملاهي اللي موجودة في اسكندرية. وهتلاقوا كمان طبعا النوادي اللي موجودة في اسكندرية زي نادي الأطباء، نادي التجاريين، ونادي المعلمين والتطبيقيين، ونادي المهندسين. بصراحة القعدة بتبقى جميلة جدا، وكمان هتلاقوا بسين، وهتلاقي كافيهات ومطاعم. ومن المطاعم الراقية جدا في اسكندرية جليم باي، من أرقى الأماكن طبعا، أغلاها كمان سعرا. هتلاقوا في جليم باي فيو مباشر على البحر، وكمان في شاطئين سياحي وعام. طبعا جليم باي كان لسان على البحر وتحول لمجموعة من المطاعم والكافيهات. طبعا من أكتر الأماكن ازدحاما طبعا الشواطئ، وهتلاقوا خالد بن الوليد، ميامي، وكمان بحري، وعندك قلعة قايتباي ومحطة الرمل. وما تنسوش كمان التمشية على كوبري ستانلي وعلى كوبري 45.
وكمان من ضمن الخروجات الجميلة اللي موجودة في اسكندرية أو قريبة من اسكندرية أفريكانو بارك من أجمل الأماكن اللي موجودة في اسكندرية بتعتبر غابات مفتوحة زي الغابات الأفريقية كده. هتلاقوا فيها حيوانات برية بدون أقفاص. كمان هتلاقوا رحلة نهرية داخل الكهف المظلم. في كمان صيد الأسماك والاستمتاع بملاعب كرة القدم دي موجودة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بقرب النوبرية. وما تنسوش طبعا الأتوبيس السياحي وبياخدكوا جولة من أول سور المنتزه لحد المنشية.
وده كان فيديو النهاردة عن الأماكن والخروجات اللي موجودة في اسكندرية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.